طب لو واحد اتفرضنا عنده اه. قيمة الخصوصية عليه، امم فهل ده من حقه ان هو ما بيحبش العزايم في البيت مثلا؟ لا، هو ما هو في حاجه، في فرق ان انا ما احبش حاجه، مهم. في فرق ان انا بالنسبه لي اوكي، مش لازم عشان انا ما بحبش حاجه هبقى على المطلق 100% بعمل. يعني في اوقات لازم مهم. الانسان يبقى مراعي ان انا مش عايش، انا بفكر انا وسط مجتمع في 3D بنفكر فيه. مهم. لو الغالب بحترم خصوصيتي، ما بحبش اروح عزايم، بس لو جت مراتي في يوم قالت لي بس احنا لازم نعزم مثلا عيلتك عيلتي، نعمل تجميع، اتس اوكي ان انا اخرج عادي، انا اتقبل بس حاجه زي انا كده. بالنسبه لي لا انا الخصوصيه تمام، بس اديني قبلها، يعني قول لي ما بوقت كافي. تفاجئنيش. ما ايوه تفاجئنيش لان انا بحب ابقى منظمه ايوه، احنا قوي. الستات عندنا فبلان لازم تقول لي قبلها وانا تمام. أيوة. ولازم يبقى عندي وقت طب هل كافي. الخصوصية، انا الراجل عندي الخصوصية عالية جدا، ارتباط ست هي بتحب المشاركة، مم. فبنصور الفطار بتاع رمضان، بنصور السحور، جوزي خرجنا اهو، الحاجات دي. ما بحبهاش يا عمرو انت صراحه. عندك قيمة الخصوصية عالية يعني فما بتحبهاش. يعني ما احبش ان كل حاجه في حياتي تبقى على الحياه كده قدام الناس، اصور الطبق بص ده، اصور أصور. بس هو في القهوه الغالب دي. هي عاوزة تصور جوزها عشان لو في واحدة بتبص على فكرة موجودة.